السلام عليكم واحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض الجبنه النستو الجميله اللذيذه دي، صحيه وجميله جدا وموفره جدا. بصوا، هي هنا دي اقتصاديه خالص، ممكن تعمليها بنص كوبايه زيت، وممكن تحطي زيت على سمنه، وممكن لو متوفر عندك الزبده تعمليها بكوبايه زبده. احنا عشان الغلاء اللي احنا فيه دوت، فاحنا ايه، هنعملها باقل الامكانيات ان شاء الله. وكوبايه لبن، يبقى نص كوبايه زيت او نص كوبايه سمنه او نص كوبايه زيت على سمنه وكوبايه لبن. تمام كده. لو كان عندك جبنه نستو كان ولادك مشترينها، ممكن تحطي 3 قطع او قطعتين عشان الطعم بس. لو مش حابه خلاص، انا حطيت هنا عشان كانت موجوده عندي، فحبيت احط ايه، قطعتين عشان بس يخليها ايه، تدي طعم الجبنه النستو اللي هم بيحبوها. اي نوع بقى اولادك بيحبوه، براحتك خالص. تمام كده. هنحط كمان قطعتين كمان كانوا عندي برضو. وبعد كده هنحط معلقتين دقيق كبار، ومعلقه نشا، وشويه ملح صغيرين، ذره ملح كده، ربع معلقه ملح صغيره حسب طبعا الطعم، بس ما تملحهاش قوي عشان الجبنه برضو بتكون حقيقه اللي هي النستو. تمام كده. وبس كده، هي دي كل المقادير. مقادير اقتصاديه جدا ونظيفه جدا طبعا لانها من البيت. معلقه نشا، ونحط كمان معلقتين كبار هرميين دقيق. يعني مقادير ان شاء الله موجوده في كل بيت، ان شاء الله تجربيها وتعجبك جدا. وما تنسيش لما تعجبك تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، وتفعلي زر الجرس، وكمان تشير الفيديو لاصحابك ان شاء الله علشان برضو يستفيدوا ويعملوا الجبنه. ومعلقه خل، معلقه الخل يعني عشان يعتبر ايه، حافظ للجبنه. وهي طبعا مش هتقعد كتير ما شاء الله، العيال هيحبوها وياكلوها على طول. حابه طبعا تضاعف المقادير، تضاعف المقادير. تمام كده. تضربيهم بقى في كلهم في الخلاط، وبعد ما تضربيهم في الخلاط زي كده، ما تكونش لسه طبعا تماسكت ولا حاجه لان لسه ايه، ما حطيناهاش على النار. في طاسه عندك او حله، استحسن ما تكونش بتلزق عشان الجبنه ما تلزقش معاكي. طاسه تيفال او اي نوع ما بيلزقش معاكي، او سيراميك. تفضي الخليط بتاع الجبنه فيه، وعلى النار، ونار هاديه، والمضرب وبايدك فيه، ما تسيبيهوش ابدا علشان تطلع الجبنه حلوه وكريميه ومتجانسه معاكي، ما فيهاش كلاكيع ولا حاجه. ولو قدر الله كلكعت منك، تبقي على طول تضربيها بالهاند بلندر او بالخلاط، يعني مفيش مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده، انا بالمضرب فيها. واول ما تدخن هجيب الاسبتيول عشان احب اجيب كل ايه الجوانب. شايفين ما شاء الله لسه هي دلوقتي سايله، هي بدات دلوقتي ايه، تدخن معايا. اول ما تبتدي تدخن كده هجيب الاسبتيول عشان احاول اجيب كل الجناب، كل الحروف. وزي ما انتم شايفين كده ما سبتهاش ابدا، هي بتاخدش بتاع 5 دقايق وبتستوي جدا وسهله جدا على النار. بصوا كده ما شاء الله. لو انت عايزاها جبنه اللي هي الكوبايه هتطفي لحد كده، لو عايزاها جبنه كوبايه هتطفي لحد كده وتضيفيها في برطمان اللي هي الاولاد بيحبوها. تمام. وكمان لو كان عندك معلقه قشطه بتاعه اللبن ممكن تضيفيها عليها، بتخلي طعمها جميل جدا. بصي كده خلاص ما شاء الله كده بقت ايه، زي الجبنه الكوبايات بالظبط. لكن انا عايزاها متماسكه شويه، فايه لازم اسوي شويه الدقيق علشان طعمه ما يبانش، وعشان كمان تتماسك شويه، لان الجبنه النستو زي ما انتم عارفين ايه بنقطعها. اول ما هتتماسك شويه هطفي عليها النار، واحضر بقى ايه الاطباق بتاعتي بقى، علب الجبنه، اي حاجه هفضي فيها. انا عندي هنا طبقين كده، حطيت فيهم كيس بلاستيك او استريتش راب زي ما انتم شايفين. واحط الكميه هنا ما شاء الله. انا طبعا كنت مضاعفه الكميه زي ما قلت لكم، انا ما عملتش مقدار واحد، يعني عملت مقدارين. قسمتهم بقى ايه على كذا حاجه، يعني ما شاء الله. وطبعا الخرطه تطلع كبيره وحلوه، مش هتكون زي الصغير اللي احنا بنشتريها ابدا من بره. ادي اول طبق، وادي تاني طبق. حطي بقى الطبق في علبه براحتك خالص. عندك علبه جبنه مثلا كنت مشتريها برده ممكن تحطي فيها، بس طبعا تغلفيها الاول بايه، بكيس او بستيرة شراب زي ما انت شايفاني كده. وبغطي وشها طبعا عشان الوش ما ينشفش معايا، تجمد وتتماسك لكن الوش ما ينشفش. تمام كده. وكمان هحط برده ايه في علبه شويه، يعني ما شاء الله. شوفوا بقى انتوا بقى الكوبايتين اللبن عملوا لنا كام علبه جبنه وكام قطعه جبنه. هفضي فيها كل حاجه، مش هخلي فيها حاجه كده ما شاء الله. وبرده هغطيها زي ما عملت في الطبقين اللي قبل كده، واسويها كويس. وعلى فكره كان ممكن احط في حاجه كمان، بس انا ايه، خليت القطعه سميكه وعاليه لفوق عشان تبقى ايه، كبيره يعني. تمام كده. واغطي برده وشها واحطها بقى في الفريزر بتاع ساعتين، وبعد كده اخليها في التلاجة لحد الصبح. تمام كده. جينا بقى هنا تاني يوم، بصوا بقى ما شاء الله اتمسكت ازاي وبقت جميله. اتمنى تجربوها، وما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس، وتعليق حلو منكم ان شاء الله كده يشجعنا عشان اعمل لكم حاجات حلوه كتير ومفيده للمدارس ان شاء الله نعملها لاولادنا. ان شاء الله هنعمل برده مع بعض اللانشون ان شاء الله.
ان شاء الله قريب هنعمل اللانشون مع بعض باذن الله. عملنا الجبنه النستو اهي، وعملنا الجبنه البيضاء، وعملنا الجبنه القريش، وان شاء الله هنعمل الجبنه النستو قصدي اللانشون. بصوا ما شاء الله الحته كبيره ازاي، مش زي اللي بره خالص. وبصوا ما شاء الله دايبه وناعمه ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش بقى في تعليق حلو منكم ولايك واشتراك. سلام.